اهي دي بقى اللي اتقال عليها كيكة الشتا، الكيكة اللي تستاهل نجهز لها كوباية الشاي بلبن ونستناها قدام باب الفرن لحد ما تستوي. يلا بينا. كيكة برتقال. في الخلاط 4 بيضات، عليهم كوباية زيت، كوباية عصير برتقال، كوباية وربع من السكر، معلقة خل، معلقة من بشر البرتقال، وفانيلا بطعم البرتقال. هضربهم لمدة 5 دقايق كويس جدا. كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم باكو من البيكنج باودر، قلبتهم مع بعض وهنزل عليهم بالخليط السائل. هقلبهم من فوق لتحت كده لحد ما كل كمية الدقيق تختفي. جهزوا اي قالب فرن انتوا بتحبوه، بطنوه بالزيت وبالدقيق. بنزل بخليط الكيك وعلى فرن متسخن 180 لمدة 40 دقيقة لحد ما الكيك تستوي وتخرج بالشكل التحفة ده. سيبها تهدى ونجهز جليز السكر. كوباية سكر باودر، عليها بشر برتقال، وبزود عصير برتقال بالتدريج لحد ما اوصل لقوام الصوص المظبوط اللي انا عايزاه. ما نزودش كتير لحد ما تبقى بالشكل ده. الكيك بتاعتنا بعد ما هديت، وزعوا عليها الصوص على الوش كويس. زينوها بعد كده بشرايح من البرتقال واوراق النعناع. وجهزوا كوبايه الشاي بلبن بتاعتكم، واستمتعوا باحلى والذ كيكه برتقال شتويه ممكن تعملوها. بجد وصفه ما تتفوتش، لازم تتجربوها وبس كده.